السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا كلكم سامعين الشتاء اللي احنا سامعينه. يا رب كل واحدة فينا اي دعوة بتدعاها تكون مستجابة. اللهم اهد اولادنا واولاد المسلمين اجمعين. اللهم بارك لنا في حياتنا وفي اولادنا واشف مرضانا واستقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم امين. كل واحدة فينا تدعي اي دعوة هي محتاجاها. ابواب السماء اكيد الوقت مفتوحة لكلنا، كل واحدة بتدعي يا رب دعوتها مستجابة. ربنا يشفي مرضانا يا رب بحق الابواب السماء المفتوحة، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم امين. ويلا بينا نشوف يومنا النهارده هنبدا بيه ازاي. بقى بعد ما شفنا جو الشتاء بتاعنا يا رب يستقبل مننا كل الدعاء اللي بندعي فيه. يلا بينا بقى نشوف النهارده هنفطر ايه مع بعض. النهارده هنفطر مع بعض كشري مصري. بصراحه ما كنتش مرجحه في الصيام، بس ولادي هم اللي اصروا عليا ان احنا نعمله، فعشان خاطر هم اصروا عليا ما بحبش ازعلهم عشان الصيام. فيلا بينا هنعمله، بس هنعمله كله في حله واحده عشان خاطر احنا صايمين، فما نقعدش نغسل مواعين كتير. فهنعمل الكشري كله في حله واحده. كلنا عارفين ان المواعين بتاع الكشري بتبقى كتيره شويه، فالنهارده هنعمله كله في حله واحده. فيلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه انا جبت هنا كميه من البصل، وطبعا الكميه دي بتقف على اللي انتم محتاجينه، حابينه زياده حابينه اقل دي براحتكم. جبنا كميه من البصل، ومعانا هنا نشا هنقلب النشا على البصل ونحمره يلا على الزيت. وهنا بقى عشان نعمل عما البصله بتاعتنا تتحمر هنعمل هنا معانا الصلصه. هنا جبنا حله وحطينا فيها شويه من الزيت وقطعه من الزبده، وهنحط فيها معلقه توم مش كتير قوي عشان مش عايزين نكتر، لان احنا لسه هنعمل دقه. هنديها بس نسبه كده من الصفار تصفر بس كده معانا. وهنحط معانا احنا هنا عاملين كميه طماطم فرمنها وهنحطها بقى عليها، ونبدا بقى نظبط الملح بتاعها. وهنا بقى حطينا الطماطم بتاعتنا، هنبدا بقى نظبط الملح بتاعنا، وهنحط له بس الملح وفلفل اسمر وشويه كمون. نحط شويه فلفل اسمر وهنسيبها بقى مع نفسها لحد ما تغلي. مش عايزينها تكون متسبكه قوي او ميه قوي، هنسيبها كده لما تبقى في المعقول، ونرجع تاني نوريها لكم بقى بعد ما تخلص. وكده خلاص احنا حمرنا البصل بتاعنا، احنا حمرناه في نفس الحله اللي هنطبخ فيها، بس لازم نحس ان مفيش رواسب خالص عشان لما نيجي نحمر الشعريه ونحط الرز ما نحسش ان في حاجه محروقه. وبراحتكم لو انتوا عايزين تحمروا البصل في حاجه تانية ده براحتكم انتوا، بس ده كده خلاص احنا حمرنا البصل. يلا بينا نشوف هنكمل ازاي. وكده خلاص مكان البصل احنا شلناه، دي نفس الحله اللي احنا حمرنا فيها البصل. شلنا البصل ودلوقتي بقى هنبدا نحمر فيها الشعريه. احنا حطينا كوبايه ونص من الرز، هنحط عليهم كوبايه كامله من الشعريه وهنحمرها بالمعيار كده. محدش يقول يا جماعه الزيت كتير، احنا الزيت هنعمل فيه كل المقادير فماهوش كتير. هنحمر الشعريه وارجع تاني يلا اوريكم بقى احنا بنحط الرز مع بعض. وهنا خلاص كانت الشعريه بتاعتنا اتحمرت واخدت لون اهو. هنا احنا ناقعين كوبايه ونص من الرز وسايبينها بقالنا شويه، هنحطها ونشوحها كويس قوي مع الشعريه ونرجع تاني نشوف. وهنا خلاص كنا حطينا الرز على الشعريه، وهنتاكد بقى ان احنا هنشمعهم كويس قوي ونشوحهم مع بعض. كل ما هنشوح الرز مع الشعريه هيدينا نسبه ان هو مفرفر اكتر. نفضل نشوحهم مع بعض قيمه 5 دقايق. وهنا احنا حاطين التقليه بتاعتنا تتسبك اهي براحتها، وهنفضل هنا بقى نشوح فيه 5 دقايق كده مع بعض. وكده بقى احنا سيبناهم هنا بتشوحوا قوي مع بعضهم خالص. وهنا احنا معانا كوبايه من العدس غسلناها كويس وحطينا عليها ميه مغليه جدا سخنه جدا مغليه قوي، وسيبناها تقريبا بالظبط ساعه. هنا بقى هنقوم حاطينها مع الرز والشعريه برضو ياخدوا تشميع مع بعض كده. احنا هنا غاسلين يا جماعه العدس وسايبينه ساعه في ميه مغليه خالص، حتى احنا لقيت شربها ساب بس جزء منه كده هنصفيها منه، مبقاش نحط الميه معاهم
لان احنا كل ده بنشمع كل ده على الناشف بس، ما حطيناش لسه اي ميه خالص ولا بهارات. كل ده احنا بنشمعهم كده على الناشف من غير اي ميه ومن غير اي سوائل. هنفضل بقى نشوح فيهم شويه، وهنا احنا مولعين على ميه تغلي. براحتكم بقى على في كاتل او في ميه على البوتاجاز عادي. هنحطهم بقى، يلا هنشوف هنكمله ازاي. وهنا احنا سبناهم يتشوحوا مع بعض اهم شويه، حوالي 5 دقايق. هنبدا هنا بقى نزود نص كيس المكرونه. وهنا خلاص احنا خلصناهم تشميع. هنا بقى هنبدا نزود الميه بتاعتنا. وما تستغربوش احنا ما نسيناش المكرونه السباكيتي الطويله، بس هنقول لكم هنزودها امتى الوقت. وهنا خلاص احنا حطينا الميه بتاعتنا تغلي، حطينا الميه المغليه على الرز. هنا هنظبط الملح بتاعنا ونراعي ان احنا محطناش ملح خالص على اي حاجه من اكلنا اهو. فكده وهنحط كمان شويه فلفل اسمر وشويه كمون. احنا حطينا كل مقاديرنا اهو. هنبدا هنا نحط المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا. يلا هنرصها ونرجع نوريها لكم تاني. وهنا احنا خلاص بنقطع المكرونه بتاعتنا، مش هنحطها كلها في اتجاه واحد، احنا هنخليها في عكس كده عشان ما تعجنش مننا. وهنغطي عليه بقى ونرجع نوريهولكم وهو بدأ يتشرب منه. وهنا بقى عما الكشري يبدأ بيتشرب معانا، احنا خلاص خلصنا الصلصه بتاعتنا. هنا هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض رز بلبن في الفرن، طريقه جميله جدا. نجربوها بنفس الطريقه اللي بقولكوا عليها، تحبوه جدا. هنا ولعنا على اللبن اللي احنا ما شلناش بوشه. هيبدا يسخن معانا كده، بس كده يدفى. هنا احنا نقعين معانا بنص كوبايه من الرز، يعني الكيلو اللبن له نص كوبايه بس من الرز. نقعينها بقالنا نص ساعه تقريبا ومصفينها. فيلا بينا الرز هنا دفى كده شويه، هنحط عليه دلوقتي الرز. احنا حطينا الرز بتاعنا في اللبن، حطيناه تقريبا حوالي ربع ساعه. احنا كل ما ننقعه في ميه بره قبل ما نحطه في اللبن بياخد معانا نسبه سوي احسن، وبنحس ان هو كريمي كده واحنا بناكله. هنا احنا قعدنا تقريبا ربع ساعه. احنا لو ما كناش نقعناه كان قعد مننا ازيد من كده. وهنا بقى خلاص هنبدا نزود السكر بتاعنا. احنا هنحط 4 معالق من السكر على الكيلو اللبن وشويه. ودي طبعا اللي عايز، يعني اللي بيحب السكر بتاعه زياده او خفيف، يعني طبعا ده براحته، يزود فيه عادي براحته. وهنا بقى خلاص كان خد معانا يعني سوا، بس مش سوا كامل قوي. احنا مش عايزين يعني ما يبقى مستوي كامل، سوي كامل معانا مبقاش طعمه حلو. احنا هنا ما ادينالوش سوي كامل قوي، بس هو مستوي معانا نعرف ناكله طبعا. وهنا بقى هنبدا نزود النشا بتاعتنا. احنا ليه هنا ما حطناش النشا بتاعتنا من بدري زي ما بنكون بنعمل مهلبيه؟ احنا ما حطناش النشا من بدري لان طبيعه الرز بينزل النشا بتاعه. فاحنا ما كناش ينفع نحط النشا قبل ما نشوف يعني كميه النشا اللي احنا هنحتاجها قد ايه، لان الرز طبعا بينزل النشا بتاعه، فما ينفعش ان احنا نحط النشا مره واحده. فهنا احنا جبنا معلقتين من النشا ودوبناهم في شويه ميه، وهنبدا بقى نزودهم بالراحه مش مره واحده عشان خاطر ما يتكتلش مننا. وهنا بقى زي ما احنا اتفقنا ان احنا ما حطيناش النشا مره واحده، هنبدا بقى نزودها كده بالراحه. ونبدا نزودها، ولو احتاجنا هنرجع نحط تاني، بس لازم نفضل نقلب عشان خاطر ما نحسش ان هو بتكتل مننا. وهنا بقى هنحط نقطتين كده من الفانيليا. طبعا الفانيليا بتثبت الريحه، بتخليها جميله جدا. خلصنا الرز بلبن بتاعنا وشكله كريمي جدا وجميل قوي. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم قوي. هنا بقى احنا معانا طواجن كده صغيره هنفضي فيها، وطبعا اللي عايز يفضي في بوله كبيره ازاز براحته، دي حاجه ترجع لكم. واللي عايز يعمله برده زي ما وريناكم قبل كده في فيديو في الاطباق السلوفان اللي هي الحراريه، برده بيبقى جميل قوي. بس احنا قلنا كده المره دي نغير الشكل بس. هنبدا بقى نفضيه، ومن بعد ما نفضيه نرجع نشوف هنكمله ازاي. وكده خلاص احنا خلصناهم. عملنا ايه؟ حطيناهم في الطاجن، وحطينا عليهم طبقه من القشطه بتاعتنا الفلاحي العاديه، وحطينا عليها قطعه من الزبده.
دي بس كل اللي احنا احتاجناه. الوقت احنا مولعين الفرن من فوق بس في الشوايه، هنبدا بقى نحطهم في الفرن. احنا مش هنولع من تحت خالص، كل اللي احنا هنولعه من فوق بس ياخد وش، وارجع اوريلكم تاني بعد ما يطلع، ويلا نكمل بقيه وصفاتنا بتاع الكشري. وهنا بقى عم حطينا الرز بلبن بتاعنا في الفرن، يلا بينا نعمل الدقه بقى بتاع الكشري. دقه جميله جدا جدا وهتعجبكم خالص، هتبقى زي بتاع المحلات بالظبط. هنا جبنا معانا طاسه وهنحط فيها كوبايه من الميه. ايوه ما تستغربوش، لسه هنرجع على الوقت نحط الخل، هنسيب الكوبايه دي لان هنحتاجها برده تاني معانا دلوقتي. هنا كوبايه من الميه، نحط فيها معلقه كبيره من الثوم. احنا عشان كده ما كترناش في الثوم، في الثوم اللي حطيناه في التقليه بتاعتنا. احنا هنا هنحط معلقه كبيره بس من الثوم كده، وهنبدا نزود معانا بقى البهارات بتاعتنا. وهنا بقى احنا حطينا الثوم بتاعنا هنا، بس دي طبعا راحتكم انتم. هنا احنا جبنا قرن فلفل احمر وعملناه في الكبه جامد، ضربناه في الكبه جامد، برضه هنزوده معانا، هتدينا طعم جميل جدا. احنا فرمونه خالص ناعم جدا، يعني احنا عاملينه في الكبه عشان خاطر يبقى معانا ناعم. وهنا بقى زي ما زودنا كوبايه من الميه، هنزود معاها كوبايه من الخل. وهنا بقى بعد ما زودنا القرن الفلفل الاخضر، بعد ما طحناه زي ما اتفقنا في الكبه خالص، هنبدا نزود كوبايه الخل بنفس معيار كوبايه الميه اللي احنا حاطينها. هنا هنحط اهو ديت كده كوبايه الخل، وهنبدا بقى نزود البهارات بتاعتنا كده بالراحه. هنا هنزود سنه صغيره من الملح، مش كتير لان احنا مظبطين الملح. وهنحط كمان رشه كبيره من الكزبره ورشه كبيره من الكمون كده، وهنقلبهم بقى كويس ونخليهم بس ياخدوا مننا كده غلوه. وبعد كده هقول لكم بقى التركيه برضو اللي هنحطها تدينا طعم جديد. وهنا بقى كانت خدت غلوه معانا خلاص، هنقفل كده. وهنعمل هنا هنحط هنا نص عصره من الليمونه، مخدناش الليمونه كامله، احنا خدنا نصها بس. وهنقلبه كويس بقى خالص، هتفرق معانا جدا قوي في الطعم. جربوه بس الدقه دي هتعجبكم جدا. وهنا بقى هنسيبها تبرد، وهنعبيها في حاجه كده تبقى على قد الطلب، مش هينفع نسيبها كده، بس هنسيبها تبرد الاول معانا. وهنا هو خلاص كان الكشري بتاعنا خلص. عايزه اوريكم بس ان هو مفرفر معانا اهو. والفرفره دي جايه من ان احنا اصلا نوحنا الرز كويس قوي قبل ما نزوده الميه، فهو اللي ادانا نسبه الفرفره بتاعته ديت اهو، مفيش حاجه معجنه خالص. هنا بقى كان خلاص خلص. ومعانا كمان التقليه بتاعتنا خلاص اتسبكت اهي، ده شكلها النهائي. يلا بقى نخرج الرز واللبن بتاعنا من الفرن. وكده خلاص كان الرز بتاعنا بلبن خلص من الفرن. والله جربوه جدا هيعجبكم، مش قادره اقول لكم كمان على الريحه، وريحه الكشري هنا كمان قلب الدنيا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. هنا خفيف وحاجه كده، يعني حتى لو مفيش زبادي ساعه السحور كمان واتبقى وهتاكلوا ده، لو اتبقى كمان لساعه السحور هيعجبكم جدا، جربوه. ويلا بقى نكمل بقيه يومنا ونشوف هنقدم سفرتنا ازاي. وكده بقى احنا خلاص خلصنا فطارنا النهارده. هنا عملنا الكشري خلاص غرفناه، وعملنا بس معاه كده طبق سمبوكسه صغير. وهنا الدقه بتاعتنا اهو بعد ما عملناها جميله جدا، جربوها والله هتعجبكم قوي، هتفرق في طعم الكشري كتير. وهنا احنا ما وسخناش اي مواعين خالص، كله عملناه في حله واحده. وهنا عملنا معانا عصير تانكي بس. وهنا عملنا الرز بلبن بتاعنا، جربوه هيعجبكم قوي وخفيف خالص، هتحبوه قوي قوي قوي. يا رب يكون اكلنا بيعجبكم، يا رب يكون اليوميات اللي بنعملها معاكم خفيفه مش تقيله على قلبكم. وبرده برجع اتشكر وجودكم عندي، ده شرف كبير جدا جدا. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم، يا رب دايما بتحبوني ما اكونش تقيله على قلبكم. وكل سنه وانتم طيبين.